عشان اي صفقة تتم في النادي الاهلي لازم يبقى فيه شرط، وده لازم يبقى متواجد في كل صفقات النادي الاهلي. ايه هو الشرط اللي في كل صفقات النادي الاهلي؟ والشرط واحد فقط يعم على الجميع، والشرط ده حصل مع الكل. رقم 1 و2 و6 الاصابه. عشان تبقى اهلاوي وان احنا كلنا نقول عليك اهلاوي وان انت تكسر الدنيا مع النادي الاهلي، لازم تاخد علامه الجوده وختم النسر بتاع النادي الاهلي اللي هو الاصابه. لازم تتصاب قبل بدايه الموسم، وممكن كمان تغيب عن المباريات الاولى مع النادي الاهلي، وده اللي حصل مع 80% تقريبا من نجوم النادي الاهلي الحاليين والسابقين. طيب ندخل في حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في حلقة جديدة ونارية باذن الله تعالى. قبل البداية والنهاية لا ننسى دوما الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. طيب قبل ما ندخل حلقتنا برضه حابب ان اخواتي يدعموني باللايك بتاعهم الجميل دعما لاخوكم محمد ابو سعيد اللي بيسعى جاهدا ليساعدك. وبعتذر جدا ان انا امبارح ما تواصلتش معاكم بالاخبار الحصريه، وان انا طلعت لكم بفيديو مسجل من فتره، لكن كان برضه بيناقش امور مهمه جدا. اللي بيسمعوش هو 3 دقايق يدخل يسمعوا. طيب ندخل في حلقتنا، ومن هو اللاعب اللي خد علامه الجوده والنسر مع النادي الاهلي واللاعب اللي اتصاب؟ هو اشرف داري. اشرف داري اللاعب الجديد المغربي المدافع. اول ما جه النادي الاهلي اتصاب في تدريبات المنتخب المغربي. المهم اتصاب بالارتواء في الكاحل، ما نقلقش ان هو يومين بالظبط كده وهيتعافى من الاصابه ويقدر ان هو يشارك مع النادي الاهلي في اول مباراته في دوري ابطال افريقيا، فمش عايزين نقلق الموضوع. طيب ندخل بقى الموضوع، وهروب صفقه الزمالك ونجم الزمالك الموعود ارون بوبندينزا. ارون بوبندينزا بيخلع من نادي الزمالك. بيخلع من نادي الزمالك ازاي؟ ان كان نادي الزمالك اتفق مع وكيل بوبنزا المصري اللي هو الاستاذ محمد الحبشي. الاستاذ محمد الحبشي وكيل اللاعبين المصري كان هو الوكيل بتاع بوبنزا في الصفقه ديت، واتفقوا على كل حاجه، وان اللاعب اصلا مرتبه العادي كان بيبقى 2 مليون دولار في الموسم، لكن اتفق مع نادي الزمالك ومع محمد الحبشي على 800 ألف دولار في الموسم. ده الاتفاق اللي حصل، والصفقة تمت، والبطاقة الدولية وصلت لنادي الزمالك وتم التوقيع وكل حاجة خلصت، واللاعب حاليا على ذمة نادي الزمالك. إذ فجأة يتراجع اللاعب عن الصفقة. ازاي وانت توقعت مع نادي الزمالك؟ اهو قال لك كيف كده. طيب ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل بالظبط ان في بعض من وكلاء اللاعبين دخل وبعت للاعب على حسابه الشخصي وعلى ايميلاته الخاصه، خوفوه من نادي الزمالك. قالوا على كل مصايب نادي الزمالك ومصايب اتشيبونج. وبالمناسبه في مصيبه جديده لاتشيبونج معانا حلقتنا، ومصايب كتير جدا لنادي الزمالك والدولاب بتاع شكاوي الفيفا. حكوا له بقى على كل حاجه تخص نادي الزمالك وبلاوي نادي الزمالك وعقوبات نادي الزمالك. اللاعب قلق. قال طب انا هاجي العب موسم او 2 هيحصل مشكله وبعد كده ما اخدش فلوسي مع نادي الزمالك، يبقى ما طولتش حاجه. عشان كده اللاعب رجل ورا ورجل قدام، لسه ما انهاش الصفقه. وظهر ايه تاني بقى؟ ظهر ان اللاعب ليه شركه وكاله او وكيل، ليه وكيل في فرنسا، متعاقد مع شركه وكاله في فرنسا. وتمت الصفقة ازاي؟ تمت عن خلال وكيله المصري محمد الحبشي. ازاي وكيلك التاني اللي في فرنسا اللي ما قلتش عليه خالص ولا جبت سيرته في الصفقة ما يعرفش بالصفقة؟ ازاي وانت ماضي مع الشركة دي وكالة؟ يعني لازم الصفقة دي تتم وهم عارفين، لازم يبقى هم عارفين بالصفقة وينوبوا ايه حتة قطمة كده من الفلوس. طيب مين بقى اللي ظهر؟ وكيل بوبنزا. ومن هو وكيل بوبنزا الحقيقي؟ بنيامين حنانيا. والله الاسم ده فكرني بمين؟ فاكرين انتوا وقفة الهجان ساعة ما قالك انا اسمي يكوف بنيامين حنانيا. طبعا الاستاذ الكبير محمود عبد العزيز المخضرم. فالمهم ظهر بنيامين حنانيا وقال لك انا لا فيها لا اخفيها،
انا فيها لغ فيها، وانا يا باشا المفروض يبقى ليا حته كده من التفاحيه. وطبعا اللاعب غير مسموح لي الانتقال الى نادي الزمالك بدون موافقه الوكاله، او يعني يتحل بشكل ودي. لما الزمالك يحلها بشكل ودي مع مع الوكاله بتاعت اللاعب، لا اما الزمالك يبيع اللاعب، لان اللاعب حاليا على ذمه نادي الزمالك، لان اللاعب اصلا زملكاوي، خلاص بقى زملكاوي بقى على ذمه نادي الزمالك، فاللاعب ما يقدرش يروح لاي نادي تاني الا بموافقه نادي الزمالك، لان نادي الزمالك هو اللي يملك البطاقه بتاعه اللاعب. طيب اللاعب طبعا اتحجز له كذا مره ان هو يجي القاهره، واللاعب ما جاش، كل مره بيقول لك عندي ظرف، مش عارف رجلي وجعاني، مش عارف مين مات، مين اتولد، بنت خالتي بتولد، كل شويه كده يطلع لك حجه ان هو ما يجيش، وعرفنا السبب الحقيقي. ده موضوع بوبنزا. في موضوع برضه اتشيبونج، لكن ده خليه للاخر. نتكلم الاول عن المنتخب المصري. المنتخب المصري العريق بقياده حسام حسن يكتسح بوتسوانا ب4 أهداف مقابل لا شيء. 4 أهداف مقابل لا شيء، وتحطيم كبير جدا من الارقام، ومحمد صلاح طبعا يوصل للمباراة رقم 100 في تاريخه مع النادي او مع المنتخب المصري. طيب حسام حسن لعب ماتش هجومي جيد، لكن كان دفاعي سيء بالمرة. ولولا ان لاعيبة منتخب بوتسوانا مع احترامي لاعيبة ضعيفة وغشيمة، كانوا يقدروا ان هم يرجعوا في المباراة اكتر من مرة، وكانوا يقدروا ان هم يسجلوا 1 و2 هدف و2 و3، لكن هم طبعا ما عندهمش خبرات فتعبانين جدا. طيب الاهداف مين اللي سجلها؟ تريزيجيه، وشكرا كريزي دي، تشكر يا كريزي دي، جايب هدفين ولا اروع. هدف كده بيتردله من الهدف الاول، بيتردله محمد صلاح خبطها جت في العرض، ردت جابها بالهدف، والهدف التاني جات له عرضيه استلمها بصدره وراح نتعها في الجون. وجاء هدف محمد صلاح بتمريره صاروخيه، او بتمريره بص متصلحه لصلاح، اللي هو خد بومبونايه. محمد حمدي لاعب بيراميدز بيعمل لصلاح بومبونايه، وكان كل المدافعين عند محمد حمدي هوب يسلت الكوره لصلاح، الكوره بتخدع الحارس ومحمد صلاح يغمزها في الشبكه بدون اي ضغط على محمد صلاح. ثم ياتي الهدف الرابع من مصطفى فتحي، التمريره طبعا من ابراهيم عادل، لاعبي بيراميدز ينهوا الهدف. هنا 4 أهداف. طيب هنحكم على المنتخب المصري دلوقتي؟ لا، مش هنحكم عليه. المنتخب المصري لاعب مين؟ لاعب كاب فيردي الرأس الأخضر. لاعب مين تاني؟ لاعب بوتسوانا. هي دي أندية؟ هي دي منتخبات؟ لا طبعا. طيب نحكم على المنتخب ونحكم على حسام حسن امتى؟ لما نلاعب المغرب أو السنغال أو كوت ديفوار. هنا نحكم على المنتخب المصري، نقول اللعيبه دي حلوه وابدعت ولا ما ابدعتش، نقول المدرب ده عبقري وجيد جدا ولا لا، هو جيد هجوميا لكن دفاعيا في البطيخ. لسه هنشوف ايه اللي هيحصل مع المنتخب باذن الله في اخر مباراته، طبعا لما نلاعب الكبار. تعال بقى بالمفاجاه. المفاجأة ونادي الزمالك وكاسة جديدة تنضم إلى تاريخ نادي الزمالك العريق المليء بالعقوبات. اتشيبونج بعد ما دفعنا له دفعة، بعد ما نادي الزمالك دفع له دفعة من فترة، دلوقتي كان المفروض ان نادي الزمالك يدفع له 115,000 دولار في ابريل الماضي. اللاعب ما وصلوش المبلغ ورفع دعوة للفيفا على نادي الزمالك وخد حكم. خد حكم بايه بقى؟ خد حكم غرامة على نادي الزمالك، يعني هيبقى المبلغ كامل بالغرامة 200,000 دولار، يعني من 115,000 دولار ل 200,000 دولار. وادفع يا زمالك وشيل يلي بتشيل. وكده كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. اعتبروا ان في ايقاف قيد جديد لنادي الزمالك عن طريق طبعا نجمنا المدجل الاتشيبونج بنيامين، ولا مش عارف اسمه تقريبا بنجامين اتشيبونج. اتشيبونج بيرفع دعوة على نادي الزمالك
نادي الزمالك بيلبس في الحيطة مرة أخرى، وهذا ينضم إلى سي في نادي الزمالك العريق المدجج بالإيقافات. طيب دي حلقتنا النهارده، اتمنى مرات عن الحلقه تكون عجبتكم، ولو الحلقه عجبتكم ما تنساش بقى تدعمني بلايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه نهائيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.